عندما تشتعل الحرب في بعض البلدان العربية والأفريقية يقف أبناء الفقراء والعاطلين عن العمل أمام مكاتب التجنيد لحماية أوطانهم، ويصطف أبناء الأغنياء أمام مكاتب الجوازات وفي المطارات للهروب من أوطانهم. بعد انتهاء الحرب يأتي أبناء الأغنياء الذين حصلوا على دراسات عليا ليحكموا أبناء الفقراء والعاطلين عن العمل. في الوقت الذي كان فيه أبناء الفقراء يروون الوطن بدمائهم، معادلة تضطرنا أن نوقف كل أشرعة الزمن لنقول للفقراء بوركت تضحياتكم، ونقول للأغنياء بوركت كروشكم ولا بوركت قروشكم. إلى اللقاء.